آخر جزئية بقى أنا حابب أتكلم عليها وأنهي الحوار الجميل اللي إحنا مع بعض فيه دوت. أنا طبعا مش هتكلم تاني، مش هقيم، مش هعمل حاجة. الأهلي كويس وليه كل الدعم. هناك في ناس فنيين فاهمين، أتمنى إن هم يخلوا بالهم من النقط ديت، وخصوصا من الدفاع، خصوصا من الدفاع. فتمام، ما علينا يعني. خصوصا يعني من الدفاع ومن بيكهام، ربنا يهديك. فتمام، ما علينا. المهم، آخر حاجة بقى، الخطيب. الخطيب يعني في كل عصر كده يقول لك رجل العصر. الخطيب بصراحة رجل كل عصر. أنا يعني أول مرة أتكلم عليه، ما بحبش أتكلم على الراجل ده، لأني يعني أنا في نشأتي وفي تربيتي كان والدي رحمة الله عليه، اللي هو له بالرحمة يعني اللي يسمعني، كان دايما بيقول لي في ناس لعيبة كتير جدا، بس عايز تبقى محترم وعندك أخلاق اتعلم من الخطيب. انا اتولدت وكان هو بيفنش يعني، ما لحقتوش بس اتفرجت طبعا على فيديوهاته. الخطيب يمتاز بالمهارة اللي كلنا عندنا، بس يمتاز كمان بقى بحب الناس والاخلاق والتربية والدين والثقافة والعلم دي مش عندنا. ربنا يديله الصحة. نتمنى ان هو يكمل. هو الراجل اللي بلحق الجملة، انا مش هعيش قد ما عشت. كلنا هنبقى هذا الرجل يعني، وكلنا كده احنا عارفين. يا رب لو تقدر احنا مع بعض، لو ما تقدرش احنا مع بعض برضه على فكرة. يعني انت الايقونة وانت الرمز. آه، ربنا يديك الصحة وربنا معاك في اللي جاي. اللي جاي جامد. آه، احنا معاك. انا كل اللي انا اقدر اقوله لك، احنا معاك. انت الاب الروحي للنادي، انت المقدمة، واحنا كلنا في ظهرك. نتمنى تفضل مكمل. لو مش هتقدر احنا هنكمل معاك. هي دي الفكرة والله يعني. الراجل ده محترم قوي 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 لأبعد الحدود، عنده أخلاق عالية، عنده ثقافة عالية. ربنا يا رب يعني يديله الصحة ويوفقه في اللي جاي ويتم يشفعه على خير، ويفضل مكمل معانا. دي كانت رسالة بس رسالة حب للكابتن يعني. فبس يعني قلت أنا حبيت أختم بيها. منتظرين حضرتك، وشوف هتعمل ايه، واحنا كلنا معاك يا كابتن. السلام عليكم جميعا. قلنا لما نصبح على بعض ونشوف الدنيا. يعني لو في حد عنده اي حاجه يا ريت يقولها لي، ونقعد ندردش مع بعض كده شويه. سلام.